بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج مكاتيب على إذاعة صوت المجاهدين وراديو الفرقة عبر البث المباشر. وهذه الحلقة الاستثنائية بمناسبة استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى هذه الاستشهاد الأليم، ونرفع أسمى آيات الحزن إلى مقام صاحب العصر والزمان. والسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. هذه الحلقة ستكون خاصة بهذه المناسبة، وضيفنا شاعر حسيني، شاعر مبدع من النجف وتحديدا من مشخاب الشعر، أنا وأنتم، والضيف المهم المبدع حسين كرحوت. حياك الله وأهلا وسهلا بك، وعظم الله لك الأجر. حياك الله أستاذ حسن، عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد مولاي وذكرى استشهاد مولاي جعفر الصادق عليه السلام. شكرا لك وعلى الدعوة وممنون. الله يسلمك أبو علي. اليوم أيام حزن، وإن شاء الله يعني يرزقنا شفاعته الإمام. أسأل الله أنه يرزقنا القبول العمل. أحسنت. وشفاعة الإمام عند الله في يوم الورود. أحسنت. طبعا الحلقة أنا مثل ما تحدثت وياك أنه حلقة استثنائية، وإن شاء الله مثل ما تفضلت يرزقنا الشفاعة. أبو علي نريد نبدي للإمام إذا محضرنا حتى وإن كان مقطع للإمام الصادق صلوات الله عليه، بعيدا عن الأسماء، كون البعض لا يقتنع في الأسماء. نعم. بالطف ما كنت موجود مولاي. بالطف ما كنت موجود مولاي. نعم. ولكن كنت ناقل للقضية، بكثر ما الله حبك والله خصاك مذهب عندنا باسم الجعفري. الله يسلمك. الله يسلمك. بالطف ما كنت موجود مولاي. نعم. ولكن كنت ناقل للقضية، بكثر ما الله حبك والله خصاك مذهب عندنا باسم الجعفري. الله يا أبو علي. الله يسلمك. الله يعزك. الله يا حسين كرحوت. الله يسلمك. أبو علي يريد البطاقة التعريفية. البطاقة التعريفية، الاسم حسين كامل كرحوت الفتلاوي. الله يسلمك. من تولد 1/2/1997. العمر ولا الله يعزك. من مشخاب نجف تحديدا. نعم. وإن شاء الله أنه حياتنا بالنجف ومماتنا بالنجف، وبالقرب من علي بن أبي طالب. خريج الله يسلمك، خريج دبلوم تقنيات سياحة. نعم. الله يسلمك. ومتزوج. بداية الشعرية يعني أكو بالبدايات احنا ما نعتبرها بدايات بالشعر، تصير دارمي أو كتابة كلمات، يعني مو بداية فعلية. البداية الفعلية بغض النظر عنها، كون أنا ولدت عائلة توارث الدارمي، تتوارث الشعر الأبوذية، هذا الشيء موجود. حتى أنه بعض الأهل هم يكتبن القصائد الحسينية اللي هي الفزائية وغيرها فتوارثت هذا الشيء عندي. الشيء موجود هذا مسبقا، بس أنا بداية يعني توارثت هذا الشيء يعني بال2011 2010 2012. ما شاء الله، يعني أكثر من 13 سنة أو أكثر 14 سنة. هاي بداية يعني شلون نقول عليه شخابيط احنا على قولتنا. الفعلية صارت 15 16 لو الفعلية 16 وتركت، يعني كانت فعليا مجرد انه صارت عندنا مسابقة قوافل عنبر بالمشخاب. اللي كان المشرف عليها استاذ علي الملاح، تحياتي له. تحية كبيرة يا ابو عباس، كان ضيف بهذا البرنامج. الشرف بي. كان هو المسؤول على المشرف على يعني كان المسابقة. هو لو بس الاشراف عليه، واكو لجنة غيره. هو من ضمن اللجنة ويا زكي الزرفي ويا احمد العابدي اعتقد، تحياتي لهم. فكانت بداية هاي، بعدها انه هم قطاع توارث بين دوام هاي الى 2020. يا سلام. اي بس كنت يعني مستمع خلال هاي الفترة كده ومستمع. انت مبدع من يومك يا الله يسلمك. الله يعزك. قبل البرنامج حكينا عن قصيدة، قلت لي انه هي رسالة بيها.
هي رسالة للصهاينة العرب، هواي صايرين صهاينة عرب، للصهاينة العرب، لأنها قد لا تصل إلى الصهاينة الغرب بحكم اللغة. توصل إن شاء الله. رسالة وبيها راح أترك علامة، رسالة وبيها راح أترك علامة، أنا ابن الدمر أمريكا انتقامه. الله يسلمك. رسالة وبيها راح أترك علامة، أنا ابن الدمر أمريكا انتقامه. وإذا قالوا علي استشهد وراح، وإذا قالوا علي استشهد وراح، شيعوا موت من خط بالجهامة. بعربكم ماك مثل الشافة ويعيش، بعربكم ماك مثل الشافة ويعيش، موت يشوف باليقظة ومنامه، تودي الانتحاري فخ القاع وتقول الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خاف من الغرب من لندن الثور، ويرمون الغرب من المنامة. انت من الحصار وجاي مرتاح، وانا يامك كان يوم القيامة. شيع وراس للقناص قناص، الله شيع وراس للقناص قناص، خلي يسمعني المخاوي النعامة. شيع وراس للقناص قناص، خلي يسمعني المخاوي النعامة. ابن الودة يمسح غلطة فلان، انا ابن اللي يمسح بروس اليتامى. الله يسلمك. شيع وراس للقناص قناص، خلي يسمعني المخاوي النعامة. ابن الودة يمسح غلطة فلان، انا ابن اللي يمسح بروس اليتامى. انت من الحصار وجاي مرتاح، وانا ايامي كان يوم القيامة. وبعد ما اقول كلمة وافتهامه، بعد ما اقول كلمة وافتهامه، اللي يسولف زايد يبطل كلامه. بشرفكم يا على قصد من قلت مات، اللي جاوبني الى عند احترامه. اذا حيدر علي لو علي البيران، هم اثنينهم سووا قيامه. الله يسلمك. بشرفكم يا على قصد من قلت مات، بشرفكم يا على قصد من قلت مات، اللي جاوبني الى عند احترامه. اذا حيدر علي لو علي البيران، هم اثنينهم سووا قيامه. سلامتكم. الله يسلمك ابو علي. فاصل. هاي البراهين من ثورة حسين، الله الأيادي مرفوعة إن شاء الله. هذا استنكار النجف، هذه وقفة النجف، بثوها إلى العالم. الأيادي مرفوعة والجواب يا الله. من ثورة حسين هاي البراهين، الحسين من انحجت بالخامنة تجددت هاي البراهين. من ثورة حسين، من ثورة حسين هاي البراهين. أعلى أبويا من ثورة حسين هاي البراهين. زلمة تصير ضده العالم العابد الزاهد، لازم تنكل بزهده. دنيا طباع الجبان تولي والليل يبقى وحده. الزلم الكفو دوم بخطر، الزلم الكفو دوم بخطر. ما داعي اسولف بالجفر، شفنا امس خنجر غدار وين وبيا ظهر حده طاح الدين.
رجعنا وياكم أحبتنا بعد هذا الفاصل. شكرا لكرار الذبحاوي ولأمير الحدراوي، وشكرا لهاي القصيدة يا أبو علي. بعد عمري إذا حيدر علي لو على البيران هم اثنين هم سووا قيامة وبكيفهم، يعني يردون يستاخرون بكيفهم بعد. الله 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 يسلمك. منو صاحب الفضل عليك؟ أول شيء الفضل لله، واللي ينكر الفضل يعني إن شاء الله أنت ما تنكر الفضل. لأن أكو لكن بيت بشكل عام منو صاحب الفضل؟ أكو بيت استشهد به سمير صبيح يقول ما أنكر فضل يا ما تموت الجار، أصبر على البرد وأنا أقدر أحرقها. الله 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 يحفظك. الله يرحم الشاعر سمير صبيح الكبير سمير. بالبداية صاحب الفضل عائلتي، نعم كان لهم دور يعني، ولو هم بالبداية ما صدقوا أن أنا أكتب شعر يعني رغم صغر سني. ليش ما صدقوا؟ ما صدق، كنت صغير يعني بال 2012 أو 2011 يعني كان عمري 14 سنة. فمن نكتب وأقول لهم هذا لي يشوفونه موزون وصحيح، يقولوا لي هذا مو لك من جايبه، فما يصدقون. بعدين ترى وهذا السبب أحد الأسباب اللي ما خلانا نستمر، وهذا سبب من الأسباب. صاحب الفضل عليه على الملاح، أكيد صاحب الفضل عليه كل فرد بالمشخاب موجود صاحب فضل. الأماسي الأشخاص اللي يدعوني وعندهم ثقة بي، أنا ما أشوفه دعاني حتى إنه أنا أقرأ شعر عنده، دعاني عنده ثقة بي إنه أنا شاعر، يبصم لي إنه أنا عنده ثقة بي إنه أنا شاعر، فهو صاحب فضل عليه. هو وصلني، الله يسلمك أستاذ حسن، هو وصلني الفئة هي متابعته، وصلني الفئة إنه هي جمهور إله، فهو صاحب فضل عليه إنه وصلني لهذا المجال. بما أنه تحدثنا عن المشخاب، الأماسي، المهرجانات، شلون تشوف الحركة؟ الحركة الشعرية بالمشخاب بالبداية احنا خلينا نتفق انه هي الدعم ذاتي، هذا شيء متوارد بالعراق بشكل عام. نعم. وعندنا موجود الأستاذ علي الملاح، والله هو ما مقصر، فصاحب جهود يعني مبذولة وإله باع بهذا الشيء. طريقة الأماس أكو منتديات، أكو روابط، أكو تجمعات. عندنا منتدى عبد الأمير الفتلاوي اللي هو اللي براسة علي الملاح، نشاطه مستمر من 2013 أو منتدى أسبق من هذا الزمن، ومستمر وولد شعراء موجود. احنا ما نريد نقول نجوم او شيء هذا، لان لا هاي الالقاب شويه انا اتحفظ عليها يعني، بيها مبدعين. الله يسلمك. فبيها ناس مبدعين يعني، وطلعت من تحت منتدى عبد الأمير الفتلاوي. غير منتدى عبد الأمير اكو موجود منتدى؟ غير منتدى عبد الأمير هي اكو شعراء، بس كمنتدى بشكل عام هو منتدى عبد الأمير اللي خلينا نسولف بصراحة. ما تحس يعني قيمة المشخاب الشعرية يحتاج منتدى انه يكون رافد للساحة الشعرية وخصوصا للمشخاب؟ كالمشخاب؟ اي المشخاب يعني مو بس المشخاب، اي قضاء او اي لا مكان، المشخاب له خصوصية اي مكان مبدعين صراحة. اي مكان يتوارث بعدد كبير من الشعراء الموجودين يحتاج منتدى. راح يحتاج اكثر من منتدى. نعم. بس المشخاب اليوم انا من الفتله فتلاوي، والنعم والله، ومن نتقدم يقولون حفيد عبد الأمير الفتلاوي، والنعم. او من يعني من سلالة عبد الأمير الفتلاوي. باقي العشائر الموجودة اللي بالمشخاب يقدمونه باسم عبد الأمير، فاسم عبد الأمير هو أكيد بالنسبة يعني لي اسم كشرف كبير منجز. تبقى المنتديات اليوم احنا هم ما نتجاوز الشخص اللي يبذل جهده على مود يتعب على حسابنا. اليوم حسن الحكيمي اللي يتعب منتدى خواطر ويبادر ويكون له بالمقابل هم انه يلاقي رد جميل، يعني خلينا نقول جميل، يلاقي رد جميل على تعبه، فما ممكن انه ينشطروا. صراحة المشخاب بيها شعراء كبار ومبدعين، وحتى شباب هي يكتبون القصيدة، إن كانت القصيدة اللي تنكتب عمودي أو قصيدة منبرية. بالنسبة لي هذا كلامك شهادة. الله يسلمك يعني. لذلك احنا تكون حرقة انه لازم اكو روابط منتديات تصدر هذا الابداع، مع انه الابداع موجود. احنا نتمنى، لكن انت شاعر وتعرف عقل الشاعر. اعرف يا ابو علي. ابو علي شو محضر لنا؟ انا تطلب قصيدة لكن يمك الحسين سلام الله عليه. رجع الظعن الهاشمي من الشام، كربلاء، المدينة، دائما لسان الحال والمخيلة. قصيدة مخيلة
دائما من يرجع أشخاص أو يعودون لعائلتهم أو لديارهم يتقدم العودة دائما الصغار السن. نعم. السيدة سكينة مرة جات يسألها محمد بن الحنفية، يقولها شنو الطف، ايش صار بالطف، وش دار بالطف، شنو وضع الأشياء. فتقول له عاين عن نجم يشبه جروح حسين. عاين عن نجم يشبه جروح حسين، هيك بكل مكان موزع جروحه. وندر بقطع نحر موضح القرآن بدليل الحاء من ياسين مذبوحه. الله يسلمك. عاين عن نجم، عاين عن نجم يشبه جروح حسين، هيك بكل مكان موزع جروحه. وندر بقطع نحر موضح القرآن الدليل الحاء من ياسين مذبوحه. وخاطر حتى أمن بعد باق وياي راسه على الرمح وعيونه مفتوحة. وخاطر حتى أمن بعد باق وياي راسه على الرمح وعيونه مفتوحة. الكل هبمة زينة بشكل حمول تصير، ماكو هناك كل من يلتهب بروحه. كل هبمة زينة بشكل حمول تصير، ماكو هناك كل من يلتهب. هناك الصخر يبكي ويطلع احساسه، هناك الصخر يبكي ويطلع احساسه. اللي ينام بلا وساده ذراعتك وصير زين شلون نوم منقطع راسه. الله يسلمك. هناك الصخر يبكي ويطلع احساسه. اللي ينام بلا وساده ذراعتك وصير زين شلون نوم منقطع راسه. كان الموت واقف وقفة الديان. شلون الموت واقف وقفة الديان، يلقط بالدنان ويلقط العنبر. يموت بقصته يبوس العزيز عليه وزينب حايرة منحر بصف منحر. الله. كان الموت واقف وقفة الديان، يلقط بالدنان ويلقط العنبر. يموت بقصته يبوس العزيز عليه وزينب حايرة منحر بصف منحر. البقى براس الحسين الجسد ظل الخيل، وعينك لا تشوف الخيل من تفتر، مثل دور راح على الخيل من تفتر. الله يسلمك. الله يسلمك استاذ. الله أكبر. الله يسلمك. يعني ما أعرف شو أقول على القصيدة. الله يعزك أستاذ حسين. هاي احكي لي تفاصيل هاي القصيدة، هاي ما معقولة كاتبها يعني محصد، فلا أكيد تفكير بيها وأكو إبداع مختلف. الله يسلمك أستاذ حسين. الله مالته وصلت للإستاذ. الله يسلمك. الله يعزك. احكي لي عن تفاصيل هاي، لها طقوس مختلفة شلون انكتبت؟ اكو شعراء يكتبون القصيدة الحسينية تكون من خلال زيارة الإمام الحسين بالضريح يكتبون، اكو من عالم الرؤية، اكو من خلال القراءة، ما اعرف. احكي لي عن قصيدتك استاذ حسن. القصيدة بشكل عموم من تنكتب هي من كل شاعر، لا شاعر عنده طقوس معينة بالنسبة إليه. أنا القصيدة لجانب الآخر غير الحسيني لها طقوسها، بس ما راح نتناولها، تناول القصيدة الحسينية. أكيد الحسينية إن شاء الله. القصيدة الحسينية يعني أنا راح أتكلم هذا الشيء وما أدري راح يصدق أو ما راح يصدق بالنسبة إلي يعني. صادق إن شاء الله. تفضل. أنا أشوف شيء قبال عيني، يعني هيك خيال يصير قبال عيني، ويعني أنسجه وينكتب يعني. والدليل هسه الصور الشعرية اللي انكتبت يعني الله يسلمك غريبة. الله شلون ينام تشوى ينام بلا سادة ذراعه تشوى تصير زين، شلون نوم من قطع راسه؟ محير هذا السؤال. الله يسلمك. يعني اختلاف القصائد الحسينية تكون بين العمودي والمنبري، المن ميولك أكثر أبو علي؟ أنا أحب الشاعر اللي يقرأ على المنصة يكتب قصيدة منصية حقيقة أجمل. وأحب الشاعر المنبري هو يكون منبري. ميولي أكثر شيء للقصيدة المنصية كون أنا قريب من عندها. حاولت تكتب منبري؟ شرف المنبر. أنا مرة واحدة تناولت القصيدة المنبرية كتبتها وسجلت بال2017، سجلت رادود علي كربلاء، شاب من أهل كربلاء، تحياتي إليه.
تمنيت انه هاي انال الشرف مرة ثانية بحكم يعني القصيدة. بس انا القصيدة يمكم المنصية رواديد واكو يمكم مبدعين ومنشدين، وحسين اسم بارز يعني مو بس الله بالمشاعر، الله على يسلمك مستوى أستاذ العراق حسن. وعلى تناولي مستوى النجف. للجانب الاخر بكثرة مهم. هو اللي يخلي يعني يحجب عني. اها آه، يعني اكو امور يعني الرادود لازم يخليك التخصص ملتزم إنه- وياه، مم. مو صح؟ التخصص بالجانب الاخر هو اللي يخلي يحسس الشاعر او يحسس الشخص المقابل انه الشخص بعيد عن القصيدة المنبرية. او حتى المهرجانات الحسينية يعني اللي اندعي بها. تحياتي لاهل العمارة. انا كل أكيد. سنة اكيد انه اقرب مهرجان بالعمارة بالكحلاء تحديدا، تحيه كبيره مهرجان لأهل العمارة بابا خصاف يعني عشيرة آل بغنام، تحياتي لهم. ومهرجان بالسماوة الدرعاجيب هاي ايام محرم ايام محرم، العشرة ومهرجان الاولى لو بالديوان. يعني ذن ثابتات الحمد لله والشكر كقصيدة حسينية. وان شاء الله هذا اعلام من باب اكيد والله الحلقة مال موفق الأستاذ ابو علي، حسن. واسال الله اني يوفق الله حسين يسلمك. كرحوت الله ويديم يسلمك. الخدمه عليه، خصوصا القراءات الحسينيه بها لذه اكيد. وطعم. ماكو صعوبه بين المنبر والعامودي تشوف لا ما مقاربات؟ أعتقد صعوبة، بس القصيدة المنصية أنا بالنسبة لي قريبة يعني. أها. أنا أشوف القصيدة يعني الصوره الشعريه تكون اكثر بالمنصه ام بالمنبري؟ لو ما يعني حسب النص. لا هي حسب أكيد حسب النص. يعني النص شلون يعني الموضوع اللي تتناوله أو زين راح اذكر اسماء والجواب راح يكون يمك والوصف هم يكون يمك. نعم. حيدر الشيباني، أبو أيوب كبيرنا، والله ابو ايوب كبير. مبدع وكبير. علي الملاح، الملاح أخوي كبير وأستاذي. علي الملاح متعبيه شباب المشخب. هو الزلمة ابن الأجواد محمد هو يتحمل. والله هاي الاسماء مهمه الله يسلمك. ولازم نذكرها بالبرنامج، وحتى وان كان كلمه قليله بحقهم، لان هم انطوا للمشخاب وانطوا للساحه الشعريه بشكل كبير. المشخاب هم نعم. وهم هذا واجب عليهم، بنفس الوقت هم متفضلين علينا. متى يتوقف الشاعر عن الابداع؟ من تموت هواجته، من تموت مشاعره مو شاعريته، من تموت مشاعر. اكو فرق مو؟ اكو فرق بين المشاعر والشاعريه. حسين ان شاء الله الله يديم هاي الشاعريه، الله يديم يسلمك. هذا الابداع. حابين نسمع نص؟ اكو قصه قبل النص عن هاي المره اللي قلت لي مره كبيره. اي هاي كلش مهمه اريد نسمع. الله يسلمك. بطولة كأس الخليج اللي صارت بالبصرة، عائلة عراقية أو حملة من ضمن شبابهم نعم. من إحدى المحافظات العراقية متجهة للبصرة، فنزلوا كون طريق بعيد يعني مسافة، نزلوا حتى يرتاحون ويشترون بعض الأشياء. فوصلوا إلى أسواق، أو إحنا نقول على قولة أهل النجف يقولون دكان. براحتك سولف براحتك. فمحل صغير يعني اشتروا من عنده، وكان وياهم طفل صغير نازل. فلفت انتباهها انه امرأة قاعدة تدخن، يعني مرة كبيرة عجوز، يقولوا على حجية على قولتهن. نعم. فتدخن جقارة. حاكى اخوه كبير قال له شوف الحجية تدخن. فالشاب الكبير قال له حجية من باب الملاطفة. اي قال له حجية شو تدخنين؟ الحجية ذات سمار سومري، التعب والحزن اللي متناولها من كل جهاتها وبصفاتها. ايش قالت؟ تقول له ما طاب الجرح كل ما له يتجدد، ويا ريت النفس ينزل وما يصعد. شنو هاي يا حسين؟ ما طاب الجرح كل ما له يتجدد، ويا ريت النفس ويا ريت ينزل. النفس ينزل وما يصعد. انا ام الزلمه كان بعينه حوك وشاب، وجت فتوى السيد راح واستشهد. الله اكبر. هسه ابن عده بقد خيك هذا، الله اكبر. هسه ابن عده بقد خيك هذا، ولد آية الفراغ العافى ما ينسد. هسه ابن عده بقد خيك هذا، ولد آية الفراغ العافى ما ينسد. الله. مشوا ما حد يمش الدمع مني يفيض،
مشوا خلى الظنون البية تتمرد، الله. مشوا ما حد يمشي الدمع مني يفيض، مشوا خلى الظنون البية تتمرد، عرفت ولا يظل شي يعشق العباس. الله 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 يسلمك، عرفت ولا يظل شي يعشق العباس. شي يعشق العباس. وفوا من الخيانة بصاحبه تجرد، وحقش ما غبيل فوق راسه انشد، يطر قبره ويجي لو يدري شوق جد، لهسه بعين اشوف الواقف الشجعان، رغم جذر الافراق بروحي يتمدد، لهسه سبايكر بضلوع تلهب نار، صدى صوت النواع براسي يتردد. ايش يتردد؟ كان وي بوسطي العيون فارقوني، لهسه سبايكر بضلوع تلهب نار، صدى صوت النواع براسي يتردد، حرب واللي رسالم جند ما ينعد. الله. حرب لحرب وعلى العراق بكل عقد تنعاد، حرب وعلى العراق بكل عقد تنعاد، حرب ولاد مثل الغصن تتفرهد، الشجرة اليابسة تلعض قلبها النار، تبرد وان قلب عليه ما يبرد، تبرد وان قلب عليه ما يبرد. الله. فارقونا فارقونا من سفرهم هالنجوم، لو نسونا لو نسونا لو نسونا، يا دمعي صب علي يقوم، يا دمعي إلى خادم الحسين محمد الجماسي، وقاسمتهم فرحتي شاركوني بسمتي، يبعد الهم لما نجتمع عطرديهم عطرديهم، روحي مشتاقة وتحن وتارسي عيون الحزن، بيدي شمعة قلب دمعة تواسبيهم رجعنا وياكم محبتنا بعد هذا الفاصل. شكرا للإخراج الإذاعي كرار الذبحاوي والإخراج المرئي أمير الحدراوي. وبكيتنا يا أبو علي. يا بعد روح بدو روحك أستاذ حسن، يعني بالمعنى الحرفي بكينا. ميزان حسناتك الله يسلمك. وهاي قصيدة كبيرة الله يسلمك. ما أعرف، ما شفتها بمهرجان، ما توثقت بمكان، شنو السبب؟ أنا أغلب أعوذ بالله من كلمتان، طبعا أغلب المهرجانات اللي عندي أبيها وجدانية، فلكل حتى بالمهرجانات الحسينية ما تقراها. أنا راح أبوح لك سر. نعم. كل ما نقول مسيرة ولا نعطي هاي ذات الأنا والمعزة بالإثم، خلال الفترة اللي كتبت بها ولا مهرجان بالنجف صاعد. قريت بمنتدى خواطر الأمسية كأماسي ولا قريت. مهرجان قطري بالنجف صاعد بي. زين، هي المهرجانات بالنجف قليلة القطرية صراحة. وإضافة إلى أنه حسين بحكم أنه كمهرجان حسيني ويصير لا المهرجان الحسيني بالنجف أنا خادم بي. شوف، المهرجانات اللي تصير بكربلاء تنظيمها للمشخاب. نعم. موكب على الملاحة أعتقد. نعم قريت بي. موكب عزاء أم البنين. عزاء أم البنين. عزاء أم البنين ومهرجان رسالة الطف. نعم. تقريبا هذا الموسم التاسع أو العاشر. نعم. مستمر بإشراف أخوي الشاعر على الملاح. قريت بي؟ أنا قريت بي أول سنتين أو ثلاثة. نعم. كنت مستمر وممكن هي الدفعة يعني المعنوية اللي كانت إنه
انطلق والحمد لله وشكر. اني القصيده كلش اثرت فيها. القصيده ما حصلت فرصتها حتى تنقرا، واليوم يا سنة انكتبت. اليوم اكيد والله نشرف. الشرف الي انه انا نتشرف قرأتها هنا وحصلت مجالها انه تنقرا. قناه طبعا الشباب. انا اشكرك لانه انت لا العفو. اليوم جعلت ثقتك بي حتى انه انا اكون حسين قصيده مبدع. خاصه، وتوضح للناس اللي الشاهده واللي تسمع انه حسين عنده الجانب الحسيني يكتب، مو فقط شعر الجانب. هم يعني مستحيل انه يكون نعم. شاعر بجهه يكتب. لا فقط. هو ممكن شاعر بس مميزته لا غرفه. الشاعر الممتلئ يكتب كل الالوان. نعم. وكل الوان الشعر الشعبي، وخصوصا القصائد الحسينيه. كونك بالنجف يعني هذا مفروض نعم. عليك. الحمد لله. مفروض عليك من داخلك، يعني أكيد مو فرض أكيد. المجتمع. أكيد. لا بالعكس. احنا عندنا شاعر بالثمانينات او علي الرماحي، شاعر من أكيد. الكوفه، اللي نور عيني يا حسين. قصيده ادت به انه وصل للاعدام او المثرامه اللي المثرامة وتحدث فيها أكيد. النجف تمتلك القامات الكبيره، احنا ما نقدر نقول لنا هو خادم للحسين. نعم. ما اقدر انا القب يعني هو خادم للحسين بعد. بعدك واحدة من هذا خدمه اللقب. الحسين اكبر لقب. اسال الله ان يوفقك يا الله أبو يسلمك علي. استاذ. ما حصه الشعر من يومك؟ اخذ من الليل. اها. الليل بالليل اغلب قصائدك؟ اغلب قصائدي بالليل. وخلاني مره من الامراض سالت نفسي، نعم. قلت انا ليش الليل ما انام؟ بسبب الشعر اللي هو انا ما امل الليل. هذا ياثر على الصحه، لكن طلعنا هذا الابداع. الله يسلمك. وايهما اصعب، الظهور ام الكتابه؟ اكيد الظهور. الكتابه سهله؟ الكتابه هي كل انسان يقدر يكتب، زين. بس ظهوره شلون راح يظهر؟ شلون راح يظهر بالوقت الملائم اللي يكون يعني ابو علي مؤيد له. بعالم السوشيال ميديا، بعالم لا الميديا استاذ حسن، الاعلام مو كل الخانات، واي واحد يقدر يشتري له حساب بمليون متابع برقم. هو هذا اللي يريد نقوله. اذا الكتابه مو اصعب؟ هي الكتابه. انت اليوم تناول الكتابه صعبه عليك؟ لا هو هسه شوف انت، هي بكل الاحوال يعني الظهور اعتقد اسهل من الكتابه، يعني كرأي. بعد انت رايك اكيد اكو ظهور محترم. شاعر، نعم. واكو ظهور لا انه مشهور، انا ما له علاقه بيه. يعني ظهور الشاعر ايش وقت؟ اليوم مثلا مهرجان باسماء واعمده من اعمده الشعر الشعبي اللي موجوده هسه بالوقت الحالي. نعم. وانت اجى حسين كرحوت خلوه بالمهرجان اسم موجود. نعم. راح يشوف ظهوره صحيح ويا هاي الاسماء. اها، انت من هذا المبدأ تقصد؟ اي نعم. اليوم طلعت لقيت اسماء مثلا بالشعر الحسيني، لقيت محمد الفاطمي، لقيت حيدر الشيباني، لقيت ايهاب المالكي، لقيت فلان. انا ما اقول لك انه ما عندي ثقه بنفسي، لا. بس الظهور الصحي حتى انه انا اطلع ويا هاي الاسماء. اكيد، يعني لازم الشاعر الشاب يعرف الوقت اللي يظهر به. قصيدتي انا اللي والأسماء اكتبها اللي انا واثق من قصيدتي. اكو مكان اقرا بيه واظهر من خلاله يعني، بس شو وقت انا راح اقرا ويا هاي الاسماء الموجوده خدمه الحسين والشعراء. وجهه نظر كلش صحيحه شو ومحترمه. وقت راح اقرا ويا الاسماء؟ انا اقدر اكتب وغيري يقدر يكتب، حتى المشاعر يقدر يكتب. انت تدري اكو شباب حسين يكتبون يقول لك انا ب6 شهور اريد اطلع، اريد اظهر، واريد الكل اوصل، وهاي صعبه يعني يحتاج لها فتره. مع هذا يا ابو علي يعني هو هذا الحديث شائك. اكو اسم خلي اقول انا حسين كرحوت. اي طلع ابو امسيه الحمد لله وشكر توفق. نعم. وراها اتصل عليه احد المقدمين تحياتي ليه، قال اريد هذا الشاعر. نعم. خابرته قلت له يردوك برنامج وشعر وحلو، قال ما عندي. هاي هم مشكله انه قصيدتين قرا بهن قال ما عندي. اذا لازم اكو انا ليش ازاحم استاذ فلان على ظهوري، او ازاحم فلان من الناس على ظهوري وانا عندي قصيدتي؟ يعني هذا راي كلش محترم يا ابو علي. الله يسلمك. الشاعر النجفي عنده خصوصيه بقصيده الامام علي. اكيد. تكتب القصيده هم يعني من تزور او بعالم الرؤيه، يعني خصوصا النجف من تكتب عن الامام علي اكو اختلاف. ميزه الله طه للامام علي ما انطاها لواحد. اي احنا ويا الحق، بس الحق ويا علي بن ابي طالب. الله الله والله العظيم. خلنا نسمع القصيده. اشكن يا علي وحاشا من اشك بيك. اها.
الله يسلمك. شكا يا علي وحاشم نشك بيك، جلت عظمة البار وقدرته، علي بلياك افتش بس ولا اشوف، وإلك من غمض 6 على 6. الله أشكا يا علي. الله يسلمك. أشكا يا علي وحاشم نشك بيك، جلت عظمة البار وقدرته، الله علي بلياك افتش بس ولا اشوف، وإلك من غمض 6 على 6. زليخة بثوب يوسف قدت اطراف، وعلى التاريخ بجفوفك مزقته. الله زليخة بثوب يوسف. أشكا يا علي وحاشم نشك بيك، جلت عظمة البار وقدرته، علي بلياك افتش بس ولا اشوف، وإلك من غمض 6 على 6. زليخة بثوب يوسف قدت اطراف، وعلى التاريخ بجفوفك مزقته. عذرا صاحب التاريخ غلطان، أنا بعيون قلبه وعيني شفته، مو رابع البارع خلي يكتبون، وصيهم غصب قلهم كتبته. عيدها هاي. عذرا صاحب التاريخ غلطان، الله. أنا بعيون قلبه وعيني شفته، مو رابع البارع خلي يكتبون، وصيهم غصب قلهم كتبته. علي من نقوم كنا يا علي نقول، علي شو تقول من تقوم أنت؟ الله. الله يسلمك. الله يسلمك. علي من نقوم كنا يا علي نقول، علي شو تقول من تقوم أنت؟ الله. الله يسلمك. فاصل يا كرار الذبحاوي. عدنا وإياكم محبتنا بعد هذا الفاصل، و حسين كرحوت بدو أروح لك أستاذ حسن بدون مقدمات، الوقت شارف على الانتهاء. أريد نسمع عندك اكو قصة مال الشهيد الشهيد زين العابدين زياد الحكيم من أهل السماوة، اللي استشهد بالحشد، اللي تواصل ويا أحد أصدقائه وقال له يكون استشهد بصاروخ حتى يحطون أنت المادة نلق راسك من مرة صاروخ طيارات. الله. فكأنه تنبأ باستشهاده. احنا نريد القصيدة وبعدها الأبوذيات اللي اقرا، هي هوسه هاي انا كاتب له واكل الحشد، اذا اقدر اقراهن هلا راح استسلم بين ذن واقرا له. احنا ماكو حوار، راح نسمع قراءات. نعم. فقلت له تعرف روحك كلف، مو مال موت بباش، يحقوة ربعك بمقعاد وكنت بديرتك وحاش. الله. يا زين وصدق زين بموتك محسود، غيرك روحه هيك منية ما بيهاش، انت اللي تستنكف شيله صوبك شانك شان الطيارات. الله يسلمك. انت اللي تستنكف شيله صوبك شانك شان الطيارات، وهاي المنتهد يتعلم من شاني، حشد لو ما ذكرك خله بلساني، بفضلك يا الحشد هل عايشين بعز، يا نخله ورطب يوقع لو عثق ينهز، الطلقة الموش منك صوت هي نشز لأن ما فاج عفتك وتستستان. الله يسلمك. وهاي اللي ينتهد يتعلم من شاني. للوالد يقول يصر ومثل طالب علم ما صار لزينه ولاه صرت حقد، ما صار لبو مثل العمر مرتين ما صار كذب عمو يا خالد ليست فيه. الله. لا يزالون من عمو خالد على راسي. للإمام علي أبوذيات يمكن. أي الإمام علي صلوات الله عليه يقول انكسر جنحي ابو الحسنين وينوح والك جبريل ناصب عزه، سمعت المسجد يحاكيك وينوح صلاة الفجر ما صليت بيه. انكسر جنحي ابو الحسنين وينوح والك جبريل ناصب عزه، سمعت المسجد يحاكيك وينوح صلاة الظهر ما صليت بيه. قصد حيدر
لمح راب ووصل الله سجد وابن الدعد ناله. وصل الله يا ناس انطبر بالهام ووصل الله وهدم ركن الهدى بضرب الحمية. الله. من الإمام علي إلى رب الثاني والدتي نضوجا كل شعوفا وجلها أم الأبد ما غندب وجلها كرب الثاني أطيع عنها وجلها إن عصيت أم عصيت الخلق بي. الله يسلم. الله يعزك. الله يا ابو علي. الله يسلم. احنا يمكن بعد لنا 3 دقائق او 4. نعم. عندك مقطع للشهداء يمكن قريتها وقصيده؟ مقطع للشهداء قصيده هي يمكن لا، هي 8 ابيات اعتقد. ان شاء الله موجود. احنا نريد نستثمر وجودك فدوى اروح لك اكثر قدر نحصل من قصائد سمير صبيح الله يرحمه. الله يرحمه الشاعر. بوقت ايام داعش نزل ارتاح ونام الليلك ما يعبرون اللي اداها على الدلفي، فقل له ما عبروا صدق قل له الحش التقوى. ما عبروا صدق قل له الحش التقوى كلفين الولد قد فزعت الفتوى. ما عبروا صدق قل له الحش التقوى كلفين الولد قد فزعت الفتوى. وخد فيد اللي يفخخ واللي يحط عبوه وخي يعيد الفتوى السستاني. الله يسلمك. الله يا ابو الله علي. يعزك. فدوى اروح لك استاذ. ضيف مهم الله يسلمك. ومختلف ومنفرد فدوى اروح لك. كل الابداع هو موجود هذا بحسين. كل حكيته انت حسن ظنك. الله يحفظك. والحمد لله والشكر انه انا بداخلك حسن الظن. الحمد لله والشكر. موجود. كلمه الاخيره لك وشكرا لحضورك يا ابو علي. شكرا بالبدايه لك استاذ حسن على الاستضافه. شكرا لاذاعه صوت المجاهدين. شكرا للحشد. شكرا لكل واحد لبى النداء وأيد بالحرب الموجودة والحرب السابقة. شكرا لكل شخص دعم الحشد. شكرا لكل شخص دعم الجمهورية الإسلامية. شكرا كل واحد خدم العراق. شكرا للشهداء. احسنت يا ابو وشكرا للعراق. شكرا لك يا ابو علي. كانت حلقه مهمه ومختلفه ومنفرده وان شاء الله راح تكون من اهم الحلقات بهذا البرنامج. فدوى اروح لك انا الله يحفظك. احبتنا متابعينا متابعي اذاعه صوت المجاهدين، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. كان في الاخراج الاذاعي كرار الذبحاوي، وفي الاخراج المرئي امير الحدراوي، وفي الاشراف العام نور الدين عامر، وكان في الاعداد والتقديم اخوكم حسن الحجيمي. الى ذلك الحين في حفظ الله ورعايته.